قصة الفيلم بتبدأ مع واحد اسمه فرانك اللي بيدخل يقعد في مطعم وسط المدينة، وبيظهر هنا انه مركز في كل حاجة بتحصل حواليه. لا مش مركز عادي، ده مركز جدا، لحد ما بيسمع صوت واحد بيكح في مطبخ المطعم. فرانك بيدخله على طول وبيقفل باب المطبخ وراه، ومن غير اي مقدمات بيمسك الطباخ ويدخل معاه في معركة. اللي بيظهر انه قوي جدا، بس فرانك اقوى منه بكتير. بيمسكوا يطحنوا ضرب، مش بس كده، ده كمان بيبدأ يخنقه وبيبقى خلاص هيخلص عليه. في الوقت ده الدنيا بتسود، وهنا بيرجع الفيلم بينا فلاش باك لقبل فترة علشان نفهم ليه فرانك بيعمل كده. وهنا فرانك بيكون في شغله، وبنعرف ان هو بيشتغل محامي، بس مش زي اي محامي، محامي شاطر جدا وبيخلص اي قضية مهما كانت صعبة بسهولة. وهنا بعد ما بيخلص شغله بيرجع لبيته، وبيظهر ان هو عايش مع مراته سوزان وكمان بنته اولفر. بيظهر هنا انه بيحبهم جدا، ما هو ملوش غيرهم في الدنيا. المهم ان تاني يوم اولفر بيكون عندها حفلة في المدرسة، واضح ان هي مهمة جدا بالنسبة لها، فبتكلم والدها فرانك وبتقول له ايه، هتيجي ولا ايه؟ بيرد عليها طبعا هاجي، وده عايزه كلام، ان ما كنتش هجيلك انت واسيب اللي في ايديا، امال اسيب اللي في ايديا لمين؟ المهم بعد ما بيقفل معاها ضغط الشغل بيزيد عليه ومش بيقدر يروح لها في الميعاد. في نفس الوقت ده الحفله بتبدا. اولفر هنا بتشوف الكرسي بتاع والدها فاضي، فبتتضايق جدا، ولما بتدخل علشان تقدم الفقره بتاعتها بتقول للجمهور الاغنيه دي اتعودت اغنيها دايما انا ووالدي. تبدا تغني، بس بيظهر عليها ان متضايقه جدا لان والدها مش موجود. في الوقت ده بيكون هو خلاص خلص وركب عربيته وفي الطريق للحفله، لكن الطريق بيكون واقف وبيتعطل كتير. في النهايه بيقدر يتصرف وبيوصل للحفله، بس بيكون خلاص الوقت فات، الحفله خلصت. مش بس كده، ده كمان مش بيلاقي لا مراته ولا بنته، فبيفهم انهم اكيد روحوا على البيت. بيروح على طول لكنه برضه مش بيلاقيهم. بيستغرب جدا، اتصل على مراته لكنها مش بترد عليه، ولما الوقت بيبدا يتاخر اكتر بيقلق عليهم اكتر. وهنا فجاه بيوصل لبيته عربيه شرطه، وبياخدوه كمان معاهم بالعربيه لمكان تاني. وهنا اول ما بيوصل فرانك بيتصدم، بيشوف جثه مراته وبنته مرميين في الميه. بيبقى مش مصدق اللي هو شايفه وبيزعل عليهم جدا، لدرجه انه بيبقى عايز يرمي نفسه في الميه معاهم، لكن رجاله الشرطه بيمنعوه. المهم تاني يوم فرانك بيحضر الجنازه بتاعتهم، وطبعا بيكون حزين عليهم جدا. وبعد الجنازه بيرجع فرانك للبيت، بيبدا هنا يفتكر ذكرياته مع مراته وبنته وبيزعل عليهم اكتر، مصدوم ومش مصدق ان هو مش هيشوفهم تاني. وبيظهر هنا كمان ان فرانك حاسس بالذنب لانه لو كان موجود معاهم في الحفله كان هيقدر يحميهم. تاني يوم فرانك بيروح لاسم الشرطه وبيقابل المحقق هانك المسؤول عن القضيه. بيقول له ايه الاخبار، مفيش جديد في القضيه؟ المحقق بيرد عليه الدليل الوحيد اللي لقيناه خيوط لونها ذهبي كانت على هدومهم، ولما سالت خياط معرفه قال ان هو خيط هدوم عادي ومفيش حاجه مميزه فيه. عموما يا فرانك انا هكمل في التحقيقات، ولو وصلت لاي جديد اكيد هكلمك واقول لك على طول. فرانك هنا بيخرج من اسم الشرطه وبيروح على بار، بيشرب بقى تمور وحليب علشان ينسى، وبيبدا يتقل بقى في الشوربه ويزودها حبتين. بعدها بيروح لنادي قتال سري بيتعمل فيه قتالات شوارع بشكل غير رسمي. وفرانك هنا لانه متقل في الشرب بيزق واحد اضخم منه بكتير، فبيبدا بقى يتعامل معاه وبضربه واحده بيفرشه على الارض سجاده. المهم ان بعد كده شكل فرانك عجبه الموضوع لدرجه ان هو بياخد اجازه من شغله وبيروح كل يوم للنادي ده علشان يدخل في معارك. بس مش بيضرب، لا ده بيتضرب، بس بيطحن ضرب، بيتضرب من كل المقاتلين اللي في المكان. وفي يوم من الايام فرانك بيكون بيتعامل مع السليمه كالعاده. هنا بيشوفوا شرطي اسمه ماونت، وده واحد من ضباط الشرطه اللي بيحققوا في قضيه مراته وبنته، فبياخدوا وبيروحوا يقعدوا مع بعض في مطعم. وهنا ماونت بيحاول يهديه، لكن فرانك بيقول له مفيش اي اخبار عن القضيه، طمني، عرفتوا مين اللي خلص على مراته وبنتي ولا لسه؟ ماونت بيرد عليه بصراحه كده القضيه بتاعتك اتقفلت واتسجلت ضد مجهول لان مفيش اي دليل او اي معلومه جديده. فرانك هنا بيقول له هو متعصب، ازاي ده يحصل ومحدش يقول لي؟ وبعدها بيسيبه ويمشي. وهنا بيقرر فرانك ان هو هيوصل للي عمل كده بنفسه وينتقم منه، وعلى طول مش بيضيع وقت بيروح لمدرسه فنون قتاليه وبيبدا بقى يتدرب معاهم بكل قوته، وبيبقى مركز جدا في التدريبات. ويوم بعد يوم بيتطور جدا ومستواه بيعلى، بيوصل لليفل الوحش لدرجه انه بقى بيهزم مدربينه. كمان في وقت التدريبات فرانك بيبدا يقرا كتب وبيتعلم من كتاب حكمه مهمه ان الكلام مش ممكن يفيده في كل حاجه، ممكن يفيده في الشغل لكن الصمت هيفيده اكتر في الحياه، وانه يقدر يحقق هدفه بتركيز. فبيقرر ان هو مش هيتكلم تاني خالص لحد ما ينتقم لعيلته. المهم بتعدي فتره طويله وفرانك لسه على الوضع الصامت مش بيتكلم ابدا، وبيبدا يلاحظ هنا ان حاسه السمع بقت عنده اقوى بكتير وبيحس بكل حاجه بتحصل حواليه دبه النمله حتى لو كانت بعيده. وفي الوقت ده بيروح لمكان الحادثه وبيحاول يدور على اي دليل
لكنه بيلاحظ ان في رجاله عصابه بيحاولوا يسرقوا عربيته. فرانك بيروح لهم، ورجاله العصابه هنا اول ما بيشوفوه بيقولوا له شخلل عشان تعدي، نفض نفسك بدل ما ننفضك. فرانك بيبقى لسه ملتزم الصمت، مش بيرد عليهم. فواحد من رجاله العصابه بيؤمر الكلب بتاعه ان يهجم على فرانك. الغريب هنا ان الكلب مش بينفذ اوامره، وفرانك بيستغل الفرصه وبيدخل معاهم في معركه. بيبدا بقى يطحن فيهم ضرب، وبيطلع النينجا اللي جواه، وبيظهر هنا انه ايه بقى، نينجا ابن الايه. بيطحنهم ضرب وبيعمل معاهم الجلاشه. بس وسط المعركه بياخد طلقه ببطنه، لكنه بكفاءه برضه بيقدر يكمل المعركه لحد ما بيفرشهم كلهم على الارض سجاده. لكن في النهايه بيقع على الارض وبيفقد الوعي، وهنا الدنيا بتسود. وبعد وقت قليل بيبدا يفوق، بيلاقي نفسه في بيت واحده اسمها بالم. فرانك بيبدا يلبس هدومه علشان ينزل من عندها، لكنها بتشوفه وبتقول له من حسن حظك ان لقيتك وانا ماشيه بعربيتي، ولان دكتوره قدرت اعالج جروحك. فرانك مش بيرد عليها وبيسيبها ويمشي. لكن لما بيخرج من عندها بيلاقي الكلب اللي كان مع العصابه واقف مستنيه. فرانك بيتجاهله وبيمشي، لكن الكلب بيمشي وراه مش بيسيبه. وقتها بيقرر ياخده معاه البيت ويربيه، وهو ده اللي بيحصل. المهم بعد وقت قليل الباب عنده بيخبط، ولما بيفتح بيلاقي الدكتوره بالم في وشه، بتديه المحفظه بتاعته وبتقول له انت نسيت دي عندي، انا فتحتها وعرفت عنوانك من البطاقه. وبتقول له كمان بما ان انا جيت هنا فرصه كويسه اغير لك على الجرح. المهم بعد ما بتخلص بتشوف صور لمرات فرانك وبنته، وكمان بتشوف الصور والمعلومات اللي هو مجمعها عن مكان الجريمه علشان يحاول يحل اللغز. وبتفهم هنا ان هم اكيد ماتوا بشكل مش طبيعي. فبتقول لفرانك لو احتجت مني اي مساعده كلمني على طول، مش هتاخر عليك ومش هسيبك. وبعدها بتسيبه وتمشي. المهم ان بعد ما بتمشي فرانك بيشوف رمز من رموز الشرطه على الطوق اللي لابسه الكلب. فبتجيله فكره ذكيه جدا، لما بيعرف انه كلب بوليسي مش عادي بياخد الكلب معاه عند منطقه الجريمه وبيخليه يشم هدوم مراته وبنته. في الوقت ده الكلب بياخده وبيروح عند بلاعه صرف، وبيقف هناك. ولما بيفتح البلاعه بيلاقي محفظه مراته سوزان. فبيفهم هنا ان هو ده طرف الخيط، واكيد المكان ده وراه سر. بيبدا يراقب المكان ده من بعيد لحد ما بيشوف واحد بيتمشى في المكان وبيكح كتير. فرانك بيروح وراه على طول وبيحاول يوصل له، لكن بيظهر فجاه انه فص ملح وداب اتبخر. المهم ان فرانك بيعرف المفاجاه ان الشرطي اللي كان موجود يومها يبقى هو ماونت اللي قابله قبل كده وقال له ان القضيه اتقفلت. فرانك مش بيضيع وقت، ومن تاني يوم بيبدا يراقب ماونت. بس ايه الظاهر كده ان ماونت كان بيجمع اخبار عنه او عايز ينتقم منه هو، وكمان مصور الجنازه بتاعت بنته ومراته. المهم ان فرانك بياخد صوره من صور الجنازه وبيحطها على عربيه ماونت. المهم ان ماونت اول ما بيخلص شغله بيرجع على طول البيت وبيشوف الصوره اللي متعلقه على العربيه، وبيكون مكتوب فيها قابلني حالا عند المستودع المهجور والا هبلغ عنك. ماونت مش بيضيع وقت، بيروح على طول على هناك. واول ما بيوصل بيلاقي فرانك، لكنه مش بيضيع وقت، بيحاول يغدر بيه وبيضرب عليه نار كتير. فرانك بيقدر يتفادى الرصاص وبيستخبى منه. ماونت هنا بيتكلم مع فرانك